بيرد الاهلي على طول بهدف بيجيبه الحاوي وليد سليمان. هي مباراه وديه، بس ده ما يمنعش ان النادي الاهلي عاوز يكسبها، حاجه تتكتب في التاريخ. والاهلي بيتقدم على روما 3-2 في مباراه ممتعه بكل احداثها. وهنا انت بتخرج صالح جمعه وبتنزل مكانه عبد الله السعيد، بقول لك كان سكواد عالمي للنادي الاهلي. وهنا صلاح بيحط صاروخ ارض بس اكرامي بيشيلها، وتبديل تاني وبنلاقي السوليه مكان غالي. نص ملعب الاهلي وقتها كان مرعب، هجمه بذكريات ايفونا مع الاهلي، وبيلعب كره للسوليه بس بتطلع بره، والاتنين بعدها بيضيعوا كره ما تضيعش بعد ما عدت من السوليه بطريقه غريبه، وايفونا كمان بيطلعها بره. بس روما بتعاقب الاهلي بهدف عن طريق ويليام فانكور، ويسجل الهدف الثالث لروما وهدف التعادل في الدقيقه 90. بس ما تنساش ان النادي الاهلي هو ملك الدقيقه 90، واحمد الشيخ بياخد كره وبيخش بيها، والغريب ان مدافعين روما خايفين يخشوا عليه، وبيسجل الهدف الرابع للاهلي علشان يبقى فوز تاريخي للاهلي على روما، علشان تخلص بقى مباراه ويكسبها الاهلي 4-3.